من البنات ان شاء الله تكونوا كان بخير نتوما تشوفوا في هذا الفيديو. حبيباتي اليوم جبت لكم فيديو جديد ووصفه جديده. اليوم بديت لكم لا فيديو بالوصفه كيفاش قسمتها، وهاد الوصفه واسمها كيكه الطبقات بلا كريم باتيسيير وشوكولا. هاد الوصفه بزاف قديمه كانت ديرها ماما كي كانت صغيره، وبداو لينا كامل نديروها وما كاش اللي يذوقها وما تعجبوش. دوك توريها لكم ماما الوصفه خطوه بخطوه. بسم الله ونبداو بالوصفه. الوغ عندنا 3 حبات بيض، كاس غير ربع تاع السكر، 3 مغارف كبار تاع الخل، 3 مغارف كبار تاع العسل، وباكي تاع لا ليفر وشويه تاع لا فاني، وبيان سور نطموها بالفرينه. هنايا كنتخلط في البيض ومن بعد زدت عليهم كاس غير ربع تاع السكر، خلطتهم مليح مليح، وزيدوا لها الزيت، نص كاس تاع الزيت، هاي ليك نص كاس تاع الزيت، وزيدوا لها هكذا شويه فوالا، وزيدوا خلطوهم مليح مليح هكذا. وبالنسبه للخل والعسل، اذا حبيتوا ديروا 4 حبات تاع البيض ديروا 4 مغارف كبار تاع العسل و4 مغارف كبار تاع الخل. اذا حبيتوا 3 حبات بيض ديروا 3 مغارف كبار تاع الخل، 3 مغارف كبار تاع العسل. توجور العسل والخل يتبعوا الحبيبات تاعكم تاع البيض. فوالا هنا كان دارت 3 مغارف كبار تاع الخل وحركتهم مليح، وزادت لهم 3 مغارف كبار تاع العسل وراح تخلطهم مليح مليح تاني. باش نقول لكم حبيباتي جربوها وما راح تندموا، بزاف بنينه وبزاف طريه. ودوك نقول لكم السر تاع الطراوه تاعها تاني. وهنايا زاد درت لافاني، نتوما ديروا مغرفه صغيره تاع لافاني فوالا، وزيدوا لهم الفارينه تاني هكذايا بلاق بلاق، بداو طموها بالفارينه، وزيدوا باكي هكذايا باكي تاع لا ليفر، هاي ليك باكي تاع لا ليفر، وزيدوا الفارينه حتى تتماسك العجينه ديالكم. ومن بعد تكملوها بيدكم، بصح لازم تخليو العجينه شويه طريه. دوك نوري لكم كلش وكيفاش طيبوا تاني العجينه ديالكم هكذا. خلطوها مليح حتى تتماسك لكم، ومن بعداتك ابداو طموا فيها بيديكم كي تبدا تتقال. هاي لي كلنا هنا دارت لها الفارينه وبدات تطم غير هكذاك بيدها. الوغ هاد لا غوسيت ماما ديرها برمشة عين، وكثرتها ديرها في الليل، ودوك نقول لكم علاش. هاي ليك العجينه تاعنا كما قلت لكم خليناها طريه، قسمناها على 3 كيما هكذايا باش نبداو نطيبوا فيها فوق السنيوه مدوره. هاي اللي كاين اللي يحب يدير تاني كاري، حنا نديروها دائما من بكري ماما ديريها مدوره. وهذيك السنيوه تدهنها بالزيت بيان سور باش ما تلصقش، ودائما قلبوا السنيوه تما كي طيبوا الخبزه ديالكم طيبوها في ظهر السنيوه ديالكم هكذا، زقموها مليح مليح. وبيان سور هذيك العجينه ديالكم راهي تمشي بهذاك الزيت اللي شويه تاع الزيت قاس ما تدهنوا السنيوه ديالكم هذا ما كان. هاي ليك وهم بعدا تيكوسيوها بالفرشيطه بيان سور باش ما تنفخ لكمش وما دير لكمش نبابل. نروحوا الكريم باتيسيير ديالنا بزاف سهله وما فيهاش البيض. عندنا ريتله تاع الحليب، كاس ماشي معمر تاع السكر بيان سور حسب الرغبه، وعندنا 130 غرام تاع المايزينا هذا ما كان. وخليوهم يغليو تما تغلي بيان فوق الفورنو، وديروا لها ليكستري اللي تحبوا، حبيتو تاع البنان حبيتو تاع الفريزه اللي تحبوا، المهم يكون بنين وخلاص. وهذه بعد ما طيب شوفوا كيفاش تتحمر. هاي ليك احنا درنا 3 طبقات كيما قلت لكم. الطبقه الاولى ديروا لها لا كريم باتيسيير ديالكم، الطبقه الثانيه كيف لا كريم باتيسيير ديالكم، والطبقه الثالثه جيبوا شيكولا اللي تحبوها وديروها من الفوق كيما حنا درنا طابليطه تاع امباسادور في البلون، وكل واحد كيما يحب على حسب الذوق ديالكم. بالنسبه للكريم باتيسير قلت لكم ما درت لهاش البيض باسكو تقدر تقعد 3 ايام 4 ايام في الفريجيدار. تما كي ديروا لها البيض راكم على بالكم كيفاش الدور، دونك البيض غنحيوه وتجي بزاف بزاف بنينه. هذه هي هنا كنا درناها في الليل وحطيناها في فريجيدار حتى الغدوه من داك الصباح، وقطعناها كيما راكم تشوفوا. الله يبارك ما شاء الله جات شغل باتيسري.
هو السر ديالها ديروها في الليل وقطعوها غد من داك الصباح، وكيفاش تولي لكم يا البنات بزاف طريه وتجيكم بزاف بنينه، وسيرتو تخلوها يومين كيفاش تولي هايله. انا حبيباتي رانا لحقنا لفتره لي فيديو ديالنا، جيسبر تكون عجبتكم الوصفه وتجربوها وتعجبكم. نقول لكم ما تنساونيش في الابوني والجيم، ابوني في لاباج انستغرام انيسه زايباك، وفي التيك توك لو موند روز، وما تنساونيش بلي كومونتير شابين لي كمان نتوما وبلي جيم، ونتلاقاو ان شاء الله في لا فيديو الجايه، وباي باي.